الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء بعث رسائل واضحة تفيد بأن القارة الإفريقية امتداد طبيعي وحتمي للمملكة على كافة المستويات، كما يترجم بالملموس أهمية إفريقيا بالنسبة للمغرب، ويجعل من الأقاليم الجنوبية صلة وصل بين المغرب وامتداده الإفريقي. بكار دليمي ومحمد إدريس. دلالة عدة أبرزها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد المسيرة الخضراء من قلب إفريقيا، يؤكد خلالها على سياسة التعاون جنوب ما يعكس أن القارة. نعتذر عن هذا العطب التقني ونواصل بمجلة انترناشونال انترس الأمريكية التي كتبت أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس من دكار بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء يمثل نقطة تحول رئيسية بالنسبة للمغرب وحلفائه الكثيرين في إفريقيا، وأيضا بالنسبة لتطلعات الكبيرة نحو مستقبل أفضل للقارة وشعوبها، وذلك بالنظر لقوة حمولته التي أبرزت التزام المغرب الذي لا رجعة فيه من أجل اندماج وشراكات مربحة لكل الأطراف مع البلدان الإفريقية.